إخواني أخواتي متتبعين قناة مع سعاد، أهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما شخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة إن شاء الله. فيديو مخالف عن ما تعودتم معايا. فيديو حبيت نتقاسم معكم فيه الذكرى ديال المسيرة الخضراء، الذكرى 47. ومن باب التعريف بالمسيرة الخضراء، فهي مسيرة سلمية شاركوا فيها تقريبا 350 ألف مغربي حاملين كتاب الله القرآن الكريم. شاركوا فيها كيف قلت لكم 350 ألف مغربي ومغربية. كتعتبر حدث تاريخي مهم في تاريخ المغرب المعاصر. انطلقت نهار الخميس 3 ذو القعدة من سنة 1395 هجرية، الموافق للسادس نوفمبر من سنة 1975. انطلقت للسيطرة على الصحراء المغربية وإنهاء الاستعمار الإسباني بها. لهذا حبيت نشارك معكم خطاب الملك حسن الثاني رحمه الله. ونشارك معكم أيضا بعض اللقطات من انطلاق المسيرة الخضراء اللي شاركوا فيها الناس من طنجة إلى القويرة. إذن خليكم مع الفيديو. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله العظيم. فعلا شعبي العزيز، قد عزمنا وعزمنا جميعا. ككل مرة في التاريخ قررنا أن نعزم. عزمنا وقررنا أن نسير بمسيرة سلمية خضراء، مدعمين بحقوقنا، محاطين بأشقائنا ورفاقنا، معتمدين قبل كل شيء على إرادتنا وإيماننا. وما كدنا نعلن نبأ المسيرة شعبي العزيز حتى وجدنا فيك من الاستجابة ومن الطاعة ومن التسابق إلى الخير ما أنت مجبول عليه من تلك الخصال الحميدة الشريفة التي جعلت منك وستبقى تجعل منك تعطي دروسا وتلقن دروسا، منصبا في كتب التاريخ وسجلاتها كمثل يحتذى وكشعب. أولا شعبي العزيز، تيقنت الآن وآمنت الآن أن المغرب وشؤون المغرب ومستقبل المغرب في أيد أمينة، في أيد طافحة بيمن الله، مليئة بالوطنية، متشبتة بعلمها، لاصقة بأرضها وتربتها. إنك تبذل وتعطي. وماذا تعطي وتبذل؟ تبذل وتعطي أغلى ما عندك، ألا وهو روحك، حياتك، حياتك في البيت كله أعطيته لبلدك بكيفية تلقائية، بكيفية تجعل كل أحد جعله الله سبحانه وتعالى على رأسك يحمده ليل نهار
أن أعطاه شعبا مثلك، ويسأل الله ليل نهار أن يزيده من فضله ويحيطه بتوفيقه حتى يتعلم عسكريا أم مدنيا، فصافحه وعانقه، واقتسم معه مأكلك ومشربك، وأدخله مخيمك، فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد، فلو أردنا أن نحارب الإسبان لما أرسلنا الناس عزال، بل لأرسلنا جيشا باسلا. ولكننا لا نريد أبدا أن نطغى ولا أن نقتل ولا أن نسفك الدماء، بل نريد أن نسير على هدى وبركة من الله في مسيرة سلمية. فعانق إخوانك وأصدقائك الإسبانيين، عسكريين كانوا أم مدنيين، وإن أطلقوا عليك نارا فتسلح بإيمانك وتسلح بقوتك وزد في مسيرتك، فلن ترى في آخرها إلا ما يرضيك ويرضي راحتك وراحة ضميرك. تشرع في المسيرة، لأن واجب القائد وأن وجميع أفراد الأسرة. فاعلم شعبي العزيز التي فتحها الله أمامك، وحينما ستتأفن أولا بعناية الله وألطافه، وثانيا بأعلام أخرى من أشقائه دول العرب. غد والمسيرة من فضلكم